تفتكر إيه اللي يخلّي ناس من آلاف السنين يقعدوا يبصوا في فنجان قهوة فاضي ويقولوا إن حياتك فيها حب وممكن تسافر ومستنيك رزق؟ وهو ليه الفنجان بالذات؟ أنا عبد الرحمن يحيى، وحُط لايك واشتراك للفيديو وتعالَ أقول لك الحكاية. الحكاية بدأت من الصين من حوالي 400 سنة بعد الميلاد. كانت بدأت من شرب الشاي، وبعد ما الكوباية ما بتفضى بيلاقوا ورق الشاي لازق على جوانب الفنجان، وبعض الناس افتكرت إن الأشكال دي مش عشوائية وإنها بتحكي حاجة عن اللي بيشرب في الكوباية، ومن هنا جات الفكرة. سافرت بلاد كتيرة ورا التانية لحد أمّا وصلت عندنا وبقت حاجة معروفة، وبقى مثل شعبي تعالي يا حبيبتي أقرأ لِك الفنجان. طب إزاي بيتقرأ؟ ده بقى السؤال المهم اللي لازم نجاوب عليه. أول حاجة لازم القهوة تكون تقيلة علشان يبقى فيها رواسب، تاني حاجة تشرب الفنجان وتستنى آخر شوية وتقلبهم على الطبق وتستنى، وبعد كده بيجي القارئ ومن هنا بيبدأ يفسر الأشكال اللي جوه الفنجان، مثلا قلب يعني حب، خط طويل يعني سفر، وهكذا. الأشكال دي بتبقى جوه الفنجان. لكن السؤال المهم، هل ده علم؟ العلماء قالوا لا، اللي بيحصل ده حاجة اسمها بارادوليا. يعني إيه؟ يعني عقلك بيركب صور ومعاني على حاجات عشوائية أنت بتتخيلها، زي لما تبص للسحاب وتشوف حصان أو إنسان أو حاجات تانية كتير. وكمان في حاجة اسمها التأثير الإيحاء، يعني لو القارئ الفنجان قال لك شايف القلب ده معناه إن في حب جديد، وساعتها مخك بيبدأ يصدق وبيدور على موقف يركب عليه التفسير. يعني الموضوع كله لعب دماغ ومش علم ولا له علاقة بالمستقبل. والدين وضح من الآخر، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا يعلم من في السماء والأرض الغيب إلا الله. يعني محدش يعرف بكرة إلا ربنا سبحانه وتعالى. الفنجان ممكن يبقى هزار وضحك بعد القهوة، لكن مش اللي يحدد مصيرك. بس كده خلصت، سلام.